عايزين الكشافة تتعامل معانا بطريقة أحسن شوية يعني. بس أصلا أنا أحب الكشافة بصراحة، بصراحة يعني. وحبي للكشافة جه منين؟ لما نزلت زمان سكرتير للبابا، زمان قوي، من 32 سنة. أنا نزلت سنة 91، من 32 سنة بالظبط. ففي مرة كان في رسامات كهنة، والعيال الكشافة واقفين علشان يحجبوا الزحمة عن سيدنا البابا وبيرسم. فواحد من أهل البطرخان، فيعني إيه ليه دلال، جه يعدي قالوا له ممنوع. فأنا شفت بعناية دي، راح ضارب الواد بتاع الكشافة في رجله كأنه بيشوط كورة. أنا شفتها بعناية دي، محدش قال لي. وهو شافني إني شفته فتكركب. الأخ بتاع الكشافة ده النهارده رجل أعمال كبير كبير كبير، ولا فتح بقه، ولا فتح بقه، قال أي وبس. فأنا قلت له أنت واخد بالك عملت إيه؟ قال أخطيت، بس ما تقولش لسيدنا. ما أنا لو قلت لسيدنا هيمشيني من بطرخان، وأنا فعلا ما قلتش لسيدنا، لأن أنا عارف سيدنا كان هيمشيني من بطرخان على طول، هنقطع عيشه وبتاع. بس الأخ ده بتاع الكشافة علي في نظري قوي، وقالوا لي دي شغلانتنا، نتخبط ونسكت. إلا أنه بعض الأحيان بنات وولاد الكشافة بيبقوا ناشفين شوية، بعض الأحيان sometimes يعني، لا sometimes. فإحنا لازم نحترم ولادنا اللي بينظموا لنا الدنيا، وولادنا بتوع الكشافة يخلوا بالهم برضو في طريقة التعامل.